يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. مساكم الله بالخير شباب. كالمعتاد اليوم الوجبة حنطة وخبط. على هالخبطة الجاي اسوي هنا خير من الله، الحمد لله والشكر. كلهن جاي بيضا دجاجات. حاليا الدجاج كله جاي بيض. هاي الحمراء بيضت، فطمة بناتها. البياضة ذن اثنين هنا، هاي وحدة وهاي وحدة، وذن اثنين. 4 دجاجات حاليا كلهن جاي بيضا. هذا البيض خير من الله، الحمد لله والشكر. جنا الدجاجة الأليفة كركت، خليت جواها بيض، بس هم غيرت مكانها معاندت ما ترضى تكرك. بس هسه ان شاء الله كركت. خليت جواها 20 بيضة لأن الجو دافي وهي كبيرة تتحمل. وبنفس الوقت حطيت بيضات مال دجاج صغار جوا الزواجل. تجربة سويت حتى اذا فرخن بنفس الوقت اشيل البيضات من جوا الافراخ من جوا الزواجل، اشيلها احطن جوا الدجاجة. خليتن بنفس اليوم بيضتين جوا الزواجل و20 بيضة جوا الدجاجة الأليفة. نشوف الأليفة كابسة ما كابسة. شباب هاي الدجاجة الأليفة جبتها هناك كركتها، بس مو مثل البيضة. البيضة لين قديمة عندي ومبيضة وكاركة ومفرخة عندي، فساهلت وياها من غيرت مكانها، ساهلت وياها ومطرت الدنيا عاندت ما ترضى تكرك. قومتها هاي لا صرت حذر وياها. حطيت لها بيضات في 20 بيضة وكركتها. حطيت لها هذا الصندوق ذن الطابوقات لان من غيرت مكانها هم عاندت ما ترضى تكرك. بس من حطيت لها الصندوق والطابوقات ذني ذبيت لها قلاب طابوق تخاف لان هي تقوم. هسه اقتنعت رجعت كركت. يوم واحد واشيل هذا الصندوق بعد ما عليها ما تقوم، حتى خاف الجوع تعطش تقوم تاكل وتشرب عادي. يعني تقريبا كاركة مو 100%، وان شاء الله كابسة ما عليها. شباب هاي الدجاجة الأليفة شلت الطابوق والصندوق عنها، خليت لها اكل وماي، طلعت اكلت وشربت ورجعت. ورجعت لها الصندوق والطابوقات، قلت يوم يومين على هالوضعية هاي لمن تكبس فد مرة. هسه زينة جاي تكبس، فراح استمر وياها فد يوم يومين. افتحها اشيل الطابوق والصندوق عنها، خليها تاكل وتشرب وترجع تنام. يومين ان شاء الله 3 ايام الدورة اخر الصندوق بعد ما رجع. هي تكبس بعد ما تقوم، تتعود بعد ما تقوم. شوف زين الحمد لله. عدلت العيش مالتها رتبته، وان شاء الله بعد ما تقوم هذا وكبست ان شاء الله. ندعونا ان شاء الله شباب، الله يراوينا خيرها ان شاء الله. طلع لنا وجبة زينة، لان هو عندها بيض شوية صار قديم، كم بيضة تأخرن خاف ما يشدن. يلا فدوة عندنا ان شاء الله دجاج غيره جاي بيض، ويمتى ما يكرك نكركهن وان شاء الله يصير عندنا انتاج. الجو دافي خوش وقت هذا مال تكريك، بس يأثر على تخزين البيض. يكون واحد على السريع يكرك. انا عبالي اكرك دجاجتين 3، بس ما اقدر انتظر ذنيك لمن يكركن لان يتأخر البيض والجو دفى، فيأثر على البيض. خاف ما يشدن او ما يفرخن بعد. راح اكرك كل وحدة وحدها، واذا كركن 2 سوا كركن عادي. ان شاء الله الله يراوينا خيرها. شباب عندي الدجاجة البيضة المنقطة صحتها هالايام مو تمام، فبيضها قام يصغر، قامت بيض صغار.
وعندي ذن الزواجل من بيضات هنا جوا السقيفة، فجبت بيضاتها، جبت بيضتين حطيت هنا جوا الزواجل بنفس الوقت ويا الدجاجة الأليفة كراكيت نسوى، حتى إن شاء الله إذا نجحت التجربة هاي وفقسن أشيل الأفراخ أحطهن جوا الدجاجة الأليفة. هذا الفحل الزاجل اللي جناه مع البيضات. شباب ذن البيضات حطيتهن بنفس الوقت ويا الدجاجة الأليفة، إن شاء الله تنجح التجربة، حتى بس يفرخن أشيلهن أحطهن جوا الدجاجة الأليفة، لأن خب ما أخليهن جوا الزواجل شو يسوي يسقنين؟ والله لا تدري بيضات جواك ذني شني، جا كسرتهن. يلا عافية السبع، دير بالك عليها إن شاء الله يفرخن اثنيناتهن. عندي ذني الزواجل معشعشاتهم بيضات هنا بهذا الصندوق، عود قلت اشيل بيضهن واحد جواهن بيض مال دجاج بنفس الوقت وهي دجاجة الأليفة، بس طلعت بيضات واحدة شادة واحدة ما شادة. الما شادة كسرتها ذبيتها للدجاج، وها شادة وبيها فريخ ما اقدر اكسرها خطية فراح اعوفها. بس ذاك الزوج خليت جواهن بيض مال الدجاج، هذا الزوج ما اقدر اخلي بيض الدجاج جواهن لان عندن بيضة شادة. ان شاء الله تصير. عندي ذني زوج افراخ اول مرة اصورهن، ما مصورهن قبل لان مكانهن عالي ما اقدر اصعدلهن، قوة صعدتلهن هسه حط الدرجة صعدتلهن. ذني امهن الشعلة وابوهن زاجل بيضات جبتهن خليتهن جوا ذن الزواجل بهذا الصندوق. كبرا ما بقالهن ان شاء الله انه جزء اسبوع اقل اسبوع يطلعن. اذرون اول مرة اصورهن، ان شاء الله يصيرن ويطيرن. حلوها ما يصيرن ويطيرن. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. شباب حبيت اصور لكم محمية المصغرة نشوف شنو التغييرات اللي بيها، الانتاج ايش صاير ما صاير. عندي مخاليف صارن جاهزات للعزل، ان شاء الله الفيديو جاي اعزلهن. لنيش مخاليف شوفها من الحاير، لنيش مخاليف نايمات بالقاع بالركن، لان بعدهن صغار ان شاء الله نختارنا كم واحد من عندنا كبار اللي مناقيرهن قام تصبر نطلعهن، والباقيات نخليهن لمن يكبرن ونطلعهن. عندنا هذا الفحل الثلجي نايم هنا بهذا العيش، خلينا نشوف ايش عندهن. اوه هم بيضات سوا، ذن بيضات 2 شادات مبينات وذن 3 جدد، لازم نعزلهن. شيل من ذن البيضات اخلي بذاك العيش، ذاك العيش بيه بيضات. عندنا هذا العيش مال حمام ملكي مال عسليات بيه بيضة واحدة جديدة، راح نقسم البيضات مال ذاك العيش وهذا العيش نحطن سوا، الجدد سوا والقديمات سوا، نراوسهن حتى نسيطر على الوضع، حتى ما يصير عندنا خسائر. شباب عندنا ذن فراخ مال جامبو 2، واحد طار وواحد بقى. هذا البيض مال جامبو فناجس جامبو عندي عازلهن بقفص واحد، فيجيب البيض مالتنا احطه جوا الفناجس العاديات يطلع عنده فراخ جامبو. ذن 2 جدد طلعن عندي، هذا واحد وواحد طار. عندنا هذا عيش مال فناجس بيبيض خير من الله، ما اعرف ايش قد بس مبيناته هواي بين شادات. هذا هم عيش ثاني بيبيض هم زين العدد، خوش عدد زين خير من الله الحمد لله والشكر. هذا العيش بيبيضة واحدة جديدة استوين بايضات، هذا العيش هم بيبيضة واحدة جديدة خير من الله ان شاء الله كله بيض جديد، كل الأعشاش بيها بيض. هذا العيش هم بيبيض خير من الله. شباب بعد ما صار البيض لا لقيت افراخ اصورهن، ما لقيت كافي هذا لان اغلب الاعشاش بيهن بيض الحمد لله والشكر. لان افراخ طالعات استوهن فاغلبهن استوهن بيضات جدد.
نشوفك افراخ يوم ماكو. شباب لقيت هذا العش بيبيض وبأفراخ، واحد ما اعرف اثنين استوى لهم فرخات. نشوف بعدك افراخ. لا يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. شباب لقيت هذا العش بأفراخ زينات متوسطات بالعمر، ما اعرف تقريبا 3. اي 3 ذني بينات بالتصوير. الحمد لله والشكر حصلنا افراخ زين. شباب شوفوا لنا ذني زوج فحولة، واحد ثلجي وواحد عسلي، نايمات سوا بنفس العش. هاي العشاش كثرها ضالة، إن لعله بيضا سوا وينامن سوا. بيجنا معودات بيجنا العشاش ضالة إلا سوا ضاعت الأماكن. هذا عش بيه أفراخ بس هو لازق بالسقف قوة، أشوفه ما أقدر أصغره. زين هم بيه تقريبا 2 أو 3 ما أعرف والله. إن شاء الله يخليه نطرح بيه البركة، والله يرزق الجميع إن شاء الله. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع. شباب لا تنسونا باللايك والاشتراك، تفعيل زر الجرس، تعليقاتكم الحلوة، تسجيل الإعجاب بالصفحة والمتابعة. تحياتي للجميع، أودعناكم في أمان الله.